الله يسامح المغرب ويسامح المغاربة، لأننا أصبحنا فعلا في حرج التكرار وحرج الاتهام بالانحياز. البعض يقول علاش دائما المغرب، وعلاش الحديث المتواصل، وعلاش الأضواء، وكأن الإعلام هو من اختار هذا المشهد. حرج التكرار وحرج الاتهام وحرج تلك الجملة الجاهزة: أنتم تحبون المغرب. نعم، نحن نحب المغرب، وهذا ليس اتهاما ولا عيبا ولا تهمة ندافع عنها، لكن القصة هنا لا علاقة لها بالحب أو الكره، لأن الحقيقة أبسط وأقسى في نفس الوقت. نحن لا ننحاز، نحن نؤدي مهنتنا. القصة اسمها مهنة، اسمها إعلام، اسمها أمانة الإعلامي. الصحفي، الناقد، المحلل، المتابع في التلفزيون، في الإذاعة، في الصحافة، في الإعلام الرقمي، كلنا نقوم بشيء واحد فقط: نسلط الضوء على من يصنع الحدث. وما دام الحدث اسم المغرب، فكيف نتهرب منه؟ في الأشهر الأخيرة في أفريقيا، في العالم العربي، بل عالميا، من يتوج؟ المغرب. من يتألق؟ المغرب. من يصنع الفارق؟ المغرب. منتخبات محلية، سيدات، شباب، لاعبين، مدربين، سلسلة نجاحات متواصلة فرضت نفسها فرض: تتويج هنا، تفوق هناك، أكاديميات، بنية تحتية، ملاعب عالمية، استضافة لأهم البطولات. المغرب لا يطرق الباب، المغرب يكسر إن صح التعبير، ويفرض علينا الحديث عنه حتى لو تعبنا من التكرار. أصبحنا نكرر الاسم لا لأننا نريد، بل لأن الواقع لا يترك لنا خيارا آخر. فحين نقول أفضل منتخب، يخرج المغرب. حين نقول أفضل مشروع، نجد المغرب. حين نقول تتويج جديد، النتيجة نفسها. ثم تأتيك الاتهامات: كفاكم انحيازا، كفاكم مغربا. المفارقة: نجاحات المغرب هي اللي أحرجت الإعلام وجعلت التكرار يبدو وكأن انحياز، بينما هو في الحقيقة شهادة اعتراف. وفي النهاية، من لديه لوم فلا يلوم الإعلام ولا الإعلامي. ليوجه اللوم لمن صنع كل هذا النجاح. لوموا المغاربة لأنهم صناع الإنجاز وصناع الألقاب وصناع هذا المشهد الاستثنائي. مبروك للمغرب، تتويج مستحق بكأس العرب ينضاف لمسار طويل من النجاحات، ويؤكد أن ما يحدث ليس صدفة، بل نتيجة عمل، تخطيط ورؤية. وفي النهاية نحن لا ننحاز، نحن نضيء، والمغرب اليوم هو الضوء. والقصة واضحة أنها لم تنتهي بعد. مبروك المغرب.